عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. حلقه النهارده هتبقى مضحكه شويه للناس اللي تعرفني كويس، والناس دي بجد انا عارف ان هي هتشمت فيها قوي. ان انا هتكلم عن العربيات الميني كوبر. والعربيات الميني كوبر طلع عليها سمعه اول ما اتعملت ان هي عربيات رياضيه، وكلها الولاد اللي راكباها مش تمام قوي. ليه؟ عشان هي عربيات صغيره ومتدلعه، فكانوا شايفين ان هي عربيات بناتي اكتر من ان هي عربيات كبل ولاد. وانا من الناس للاسف اللي كنت شاري نفس الموضوع ده. كان دايما اي حد يقول لي حجازي ما تجيب ميني كوبر، اقول له لا يا عم، العربيات دي للناس اللي مش تمام، وانا مش عايز بصراحه ان انا اركب عربيه يبقى شكلي فيها مش تمام. وقعدت سنين كتير، واي حد يجيب عربيه ميني كوبر اقعد اتريق عليه، وقعد يقول لي يا عم بس انت جرب سواقتها وهتفهم والكلام ده كله. انا اقول له لا يا عم، ما اعرفش ايه دي، منظره وشكلها بناتي قوي، وانا بصراحه مش عايز اركب العربيه دي. وده مثال للكذبات اللي احنا ممكن نكون بنسمعها في حياتنا، وبسبب ان احنا ما جربناش بنفسنا بنوصل لمرحله ان احنا نصدقها، ومش بس نصدقها، نقنع ناس تانية بيها. طب يا حجازي، انت ايه اللي غير رايك؟ الموضوع حصل بموقف كوميدي جدا. انا كنت في يوم من الايام واقف في بنزينه، فقابلت واحد صاحبي ما قابلتوش من زمان، فكنا بنتكلم في العربيات عشان هو عارف ان انا بغير عربيات كتير وبركب عربيات كتير وكده. فقال لي ايه يا حجازي، ما شفتش انك انت ركبت عربيه ميني كوبر في عربياتك قبل كده؟ ازاي ومش ازاي، دي عربيه جامده وعربيه جامده، ودي فعلا من متعه السواقه، وليها طابع خاص مش هتلاقيه في اي عربيه تانية. وانا بالنسبه لي اللي هو ماشي يا عم، العربيات دي عربيات شمال والكلام ده كله، وانا ماليش في العربيات دي. قال لي لا بس لازم تجرب ومش لازم تجرب والكلام ده كله. يوميها بالليل كنت بفتح التلفزيون، لقيت فيلم ذا ايطاليان جوب. الناس اللي عارفه الفيلم ده بيعتمد على 3 عربيات ميني كوبر بينفذوا عمليه سرقه معينه، عشان هم عربيات صغيره وسريعه في نفس الوقت. وبعد كده بعديها بيوم لقيت مره واحده اعلان على الفيسبوك بعربيه ميني كوبر اس بيز ووتر اديشن موديل 2013، عامله كيلو قليل وسعرها حلو قوي بصراحه. مع مقابله صاحبي ده والفيلم اللي اتفرجت عليه والاعلان طلع لي كلهم ورا بعض، انا من الناس اللي بصدق قوي في العلامات، فقلت لا لا، انا لازم اروح اتفرج على العربيه دي، عشان واضح ان في علامه معينه ان انا لازم اشتري العربيه دي. وبالصدفه كنت ساعتها بايع عربيتي، وساعتها كان معايا فلوس ان انا اشتري العربيه دي. كل العلامات دي مع بعض ان انا لسه بايع عربيتي ومعايا فلوس. قابلت صاحبي ده اللي بيتكلم على الميني كوبر، لقيت عربيه ميني كوبر حلوه، الفيلم اتعرض يوميها بالليل على التلفزيون من غير ما اكون عامل حسابي. انا لقيت لا لا لا، انت لازم تروح تتفرج على العربيه دي يا حجازي. فكلمت صاحب العربيه قلت له انت موجود دلوقتي؟ فقال لي موجود، تعالى تعالى. الموضوع كان مش سهل قوي، رحت اتفرجت على العربيه، ركبتها، انبسطت قوي بصراحه من سواقتها. اول مره يمكن اسوق ميني كوبر في حياتي، ومش عارف انا ما عملتش كده ليه قبل كده، وانبسطت قوي. بس ساعتها الموضوع خلص بسرعه جدا وبمنتهى السهوله، واشتريت العربيه، يمكن من اسرع العربيات اللي اشتريتها في حياتي. فلقيت ان الموضوع كله ماشي بطريقه مترتبه وسهله، فواضح ان ربنا مبارك في الشروه دي. وانا ساعتها بعد ما جبت العربيه، انا لازم اعترف ان انا كنت غلطان، وان العربيه الميني كوبر فعلا من امتع العربيات اللي انت ممكن تسوقها في حياتك، لدرجه ان انا دلوقتي بشجع اي حد يشتري عربيه ميني كوبر. طبعا انتوا عارفين ميني كوبر في منها 2، في منها ميني كوبر عاديه وفي منها ميني كوبر اس. الاس هي التوربو تشارج، هي العربيه اللي بتطلع باور اكتر، فهي بتطلع 100 حاجه و80 حصان على العربيه الصغيره دي، فالعربيه بتبقى في حته تانيه خالص. الفتيس بتاعها مش احلى حاجه، لو انت شغلتها مانيوال عن طريق البادل شيفترز لا انت هتنبسط قوي. وفعلا من العربيات اللي هي انا ما فهمتهاش وما فهمتش هي ازاي مختلفه كده في السواقه عن اي عربيه تانية سوقتها في حياتي. العربيه دي مع انها جر امامي، يعني المفروض على ملفات يحصل حاجه اسمها اندر ستير، يعني العربيه تحدف منك لبره. العربيه دي لا، بيحصل فيها اوفر ستير، فالعربيه تلاقيه ملفت منك كده، ممكن انت اصلا تدريفت بالعربيه لما تلف منك كده، فبيحصل فيها اوفر ستير. فالموضوع ده غريب جدا، ويمكن ده بسبب ان هو التصميم بتاعها ان هي مش طويله، هي مربعه عامله زي الجو كارت اللي هي عربيات السباق الصغيره. وعشان كده لما الناس بتقول على الميني كوبر اكنها جو كارت كبيره، انا دلوقتي بقيت افهم ليه الناس بتقول عليها كده بره مصر. هي فعلا عامله زي الجو كارت، ممكن تلف حوالين نفسها لما تاخد ملف جامد، لكن عمرها ما تحدف منك لبره. وطبعا من حيث الباور او من حيث التسارع، العربيه دي عنيفه، العربيه دي اقل من طن، وفي نفس الوقت مركب عليها موتور 100 حاجه و80 حصان. انت مش فاهم العربيه دي عامله ازاي، انت لازم تاخد بالك انك انت ما تنتش كتير بالعجل اللي قدام من كتر الباور اللي فيها، بسبب ان العربيه دي موتورها قوي قوي، والحوض بتاع الموتور ضيق قوي، والموتور واخد الحوض كله. فالعربيه دي فعلا بيطلع فيها مشاكل كتير قوي، فلازم تكون دايما ايدك فيها. فلو انت مش من الناس اللي بتحب العربيات وتحب انك انت تحط ايدك في العربيه، ما تجيبش العربيه دي وابعد عنها، عشان هي على قد المتعه اللي هي هتديها لك على قد القرف اللي انت هتاخده منها. فانت لازم تكون حاببها قوي،
وعجباك قوي عشان يبقى رافعه على قلبك زي العسل. طبعا من حيث العمليه، العربيه دي مش عمليه خالص، فهي عربيه لراكب واحد او اتنين. الكراسي اللي ورا صغيره جدا، العفشه ناشفه جدا، فهي عربيه بتعتمد على متعه السواقه بسرعه في حتت ضيقه وحتت صغيره. غير كده ما تجيبش العربيه دي خالص. ممكن تجيب العربيه الاكبر منها اللي هي الكونتري مان اللي هي 4 باب. العربيه دي برضو حلوه قوي في السواقه، انا استغربت جدا قد ايه هي حلوه مع انها عربيه عاليه عن الارض وكده. بس هي تعتبر عربيه عائليه، ينفع تركب فيها 4 اشخاص بسهوله جدا، شنطتها مش صغيره قوي، في نفس الوقت تديك شويه من متعه سواقه الميني، بس طبعا ما ينفعش تقارنها بالميني كوبر اللي هي الصغيره العاديه. طبعا كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده وعارفاني هتقول يا حجازي يا والله زمان لما انت كنت عمال تتريق على اللي معاه ميني كوبر. عادي يا جماعه، كلنا بنغلط، وانا بعترف ان انا كنت غلطان، ودي فعلا كنا كدبه. مش بس انا كنت مصدقها، انا كنت كمان بقرا الناس بنفس الكدبه من كتر ما انا شخصيا كنت مصدقها. لو عندكم اي سؤال على العربيه الميني كوبر او اي سؤال على العربيات عامه، اكتبوا لي في الكومنتس تحت. ويا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم. كان معاكم محمد حجازي في كدبه مصدقينها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه.